يا عيال، عايزكم تجروا ورا عمكم فوزي عشان شكله كده اتخانق مع مراته تاني، وقولوا له سيب مراتك في حالها يا فوزي يا ابو كرشو. وبالفعل العيال كلها جابت طوب وجري وراه. اصواتهم عليت في المكان كله، فرمى طفل الطوبة على فوزي ده. راح فوزي مسكه من ياقة قميصه ورفعه من على الارض بغضب. اما باقي الاطفال فهربت. ايه يا فوزي، انت تزعل مراتك فهي تزعلك، فتيجي بقى ترمي خنقتك على العيل؟ ممكن اسامح انك تضرب اي حد حتى لو مراتك نفسها، بس تفكر تضرب عيل من عيال الشارع؟ لا، ورب الناس ده نفرشك للشارع. بقولك ايه يا سوسو، اعمل فيها راجل على حد تاني يا اخويا. في الوقت ده قرب طه من فوزي وسحب منه الولد وضربه في نص بطنه برجليه، فوقع فوزي على الارض بقوه تحت ذهول كل اهل الحاره. انا راجل عليك وعلى اي حد. معلش بقى يا رجاله، بس فوزي حب يفتح اليوم معايا. انتوا يا شويه مشاغبين تعالوا هنا. وبالفعل قربت منه الأطفال مرة تانية، فانحنى عشان يبقى في طولهم واتكلم وهو بيشاور على فوزي. يا فوزي يا ابو شومة، مراتك عاملة لك حكومة. ضحك الأطفال بصخب وكذلك كل أهل المنطقة. بدأ الأطفال يقولوا الجملة اللي طه طلعها على فوزي وهم بيجروا وراه. شكرا لأهل المنطقة، الفقرة انتهت والحارة راجعة لفقراتها المعتادة. عقبال كل خناقة يا رب. ختم طه كلامه وبيسمع حب كل الناس ليه. دخل عمارته وبعدين شقته. أما عاملة أكل إيه؟ شهت أم طه بصدمة وحطت إيديها على بق ابنها بسرعة. بس يا واد اتحشم، عندنا باشات جوه. باشات؟ انت كمان طلعت ياما بتتعلمي مع عم ربيع في البراد ولا ايه؟ ضربته على كتفه بخفة. أما هو فدخل لجوه وقعد. لقى راجل قاعد قدامه بدلة وهيبة بعض الشيء. منور يا باشا والله. يلزم خدمة. انت بقى طه جابر اللي مدوخهم؟ مدوخهم ايه بس، ده انا راجل كده على قد حالي والله. طب بص يا طه، انا شاكر، مدير استاذ رفاعي، هو طالب منك خدمة، عاوزك تدخل فيلا عمرو عبد الله عشان تسرق منه اوراق هو سرقها من استاذ رفاعي ده. ها، موافق؟ اسرق وفيلا وسين وجيم؟ هديلك السعر اللي تطلبه وهتبقى من رجالة رفاعي ده منهور. رجل أعمال كبير جدا، الكل يتمنى بس يكلمه مش يشتغل معاه. وعمرو ده نصب عليه وسرق حاجات مش حاجته، يعني انت هترجع الحق لاصحابه. طب بالصلاة على النبي كده انا عاوز 1000 باكو. مليون جنيه يعني؟ وانا موافق يا عم، ايدك على العنوان والوقت بسرعة. وفي مكان تاني في فيلا عمرو عبد الله كان واقف قدامه بنته اللي ماسكها من دراعها بعنف. يعني ايه؟ يعني ايه لا؟ هو مزاجك يا هانم ولا ايه؟ حاولت مسكي تبعد ايده عنها لكن من غير اي فايدة. انا مش هتجوز. يا لهوي، انا مش هتجوز يا بابا. عمرو باشا عبد الله بقى شبه الابهات اللي عاوزين يجوزوا بناتهم بالغصب. انا هسافر واخد الماجستير بتاعي من بره وهبعد نهائي عن هنا وعن مصر خالص، حلو كده، لكن جواز مش هتجوز. ماشي يا مسكي، يا انا يا انتي، وهنشوف بقى كلمة مين اللي هتمشي في الاخر. بالليل العريس جاي يشوفك، اصلك وحشتيه يا حلوة، فاهمة؟ يلا امشي على اوضتك اجهزي. وبالفعل طلعت مسكي على اوضتها وهي قلبها وجعها جدا. حطت ايديها على قلبها وقربت من الشباك، بصت للسما بأمل واتكلمت بيقين. يا رب، يا رب ابعت لي معجزة تخلصني من اللي أنا فيه ده. أنا مش عايزة غير إن أنا أسافر أكمل دراستي. يا رب أنا واثقة إنك مش هتخذلني، فحشاك ربي أن ترد قلبا باليقين نجاك. عند طه كان قاعد في العربية ومعاه شاب جذاب لابس نظارة وبيكلمه بحدة. فهمت هتعمل إيه؟ شاكر مدير أعمال رفاعي باشا فهمك. أنا أدهم رفاعي دمنهور، ابن الراجل اللي أنت مكلف تسلمه الورق اللي هتسرقه. هنروح الفيلا على إنك المساعد بتاعي أو أي حاجة. أنا بحب بنت عمرو ورايح أطلب إيديها. يا صلاة النبي أحسن، رايح تطلب إيد بنت الراجل اللي سرقكم؟ ما هو أبوها موافق عشان جوازي منها يغنيه عن إنه يرد لينا بضاعتنا. وطبعا بابا وافق علشان سعادتي عنده بكل البضاعة وبكل الفلوس، بس الورق ده بالذات مفيش حاجة تغنينا عنه، فأنت هتجيبه من مكتبه وتهرب وإحنا بقى هنعرف نوصلك. فهمت ولا إيه؟ ما تخافش يا باشا، طالما الورق من حقكم البداية يبقى كله تمام. وبمرور الوقت بالفعل كان أدهم قاعد قدام عمرو وبتكلمه. أما طه فاستأذن بحجة إنه داخل الحمام. حط ماسك على وشه ولبس جوانتي أسود. دخل أوضة المكتب بتخفي، فتح الأنوار وبدأ يدور على الورق زي ما بالفعل لقاه. حس بحد جاي عليه فاستخبى ورا الباب بسرعة. أما عمرو دخل المكتب لقى النور شغال. مين هنا؟ مين اللي دخل مكتبي يا بهايم؟ خرج عمرو من المكتب وراح ناحية السلم وزعق بقوة. انتوا يا شوية بهايم يا حرامية! في الوقت ده طلع
طه من وراه بتخفي ودخل على أقرب أوضة للمكتب بأنفاس عالية، وهو سامع عمرو مكمل زعيق: اتوزعوا على حدود الفيلا، مش عايز الحرامي ابن الكلب ده يهرب، فاهمين؟ طه بص حواليه في الأوضة، لقى الشباك مفتوح، نط منه بسرعة لحد ما حس إنه خبط في جسم ضعيف، ومن كتر ضعفه وقعت على الأرض. انت بتعملي ايه؟ مسكي كانت واقعة قدامه على الأرض بسبب وجع رجليها من النطة، كانت حاطة طرحة على شعرها بعشوائية ومغطية وشها بطرف الطرحة. أنا بهرب، انت اللي بتعمل ايه هنا؟ في الوقت ده سمع طه صوت رجالة عمرو وراهم بيشاوروا لبعض انهم شافوا طه، فمسك طه مسك بسرعة وجري بيها. وانا كمان بهرب، اجري! مسك بصت وراها وهي فاكرة ان رجالة باباها اكتشفوا امر هروبها وعاوزين يمسكوها، فجريت معاه بسرعة. احنا هنروح فين؟ هنروح فين ايه بس يخرب بيتك، ده احنا تايهين وفي ايدينا العنوان، ما بالك ان احنا مش عارفين حاجة، هنعمل ايه اصلا؟ طه بص وراه ورجع بص قدامه، حاول يلاقي أي مهرب منهم لحد ما شد مسك بقوة وطلع على الكورنيش ونط في النيل تحت صراخها المستمر. رجالة عمرو بصوا عليهم بأسف وبعدها رجعوا للفيلا من تاني. بغرق، بغرق وانت السبب يا حيوان، ازاي تخلينا نط بالشكل ده؟ تصدقي طعم المية مختلف عن اللي احنا بنشربها من الحنفيات. انت بتقول ايه؟ طلعني من هنا يا لهوي، انا هموت في النيل، يا رب انا عندي احلام. احلام مين دي؟ بنت خالتك؟ ولا احترم نفسك معايا، اكيد بابا مش هيسكت وهيقلب عليا مصر كلها. ارجوك ساعدني، انا مش عارفه اعمل ايه. هسافر ازاي عشان اخد الماجستير بتاعي؟ المنحه هتروح عليا كده. الماجستير بتاعك عن ايه؟ عن كيفيه اجراء عمليات جراحيه بدقه في زمن اقل بجوده اكبر، انا دكتوره. ده ايه اللفه دي كلها؟ احنا عندنا عم عبد واحد كده واخد دكتوراه مش ماجستير في فهم الناس من اول نظره. مسكي بدأت تعطس من كتر البرد، فلف طه حواليه لقى مركب من بعيد، شاور له وركبوا المركب. مسكي كانت بدأت تنام بسبب البرد. المراكب بينزلهم في مكان مقطوع، مكان أشبه بالصحراء ما فيهوش حد، بس الأشجار مالية المكان ده. فضل ماشي وهي ماشية وراه بضعف لحد ما وقف عند كوخ، فتح الباب بهدوء لقاه فاضي. اتفضلي ادخلي ريحي شوية، الجو جوه أمان، على ما نشوف بقى احنا هنتصرف ازاي. هو انا هبات في الكوخ ده؟ لا يا اختي، هتنامي في القصر اللي جنبه. ضحكت مسك بصوتها كله على طريقته وبصت له بطرف عينيها. شكرا يا... الا صحيح اسمك ايه؟ طه. محسوبك طه. وانا مسك. دخلت مسك وراها طه اللي طلع الورق من جيبه وفكه فرده على ارض الكوخ علشان ينشف. ارتاحي وانا قاعد بره لو احتجت اي حاجه. ايه ده؟ اسمك ايه انت؟ الورق ريحته وحشه قوي على فكره. بت انت نامي وانت ساكته بدل ما سكتك انا بطريقتي. على فكره بقى، الطريقه دي وحشه جدا وبيئه، ارتقي شويه، اسمك ايه انت؟ طه بصلها بقرف وخرج بره الكوخ، قعد بقله حيله وهو بيفكر هيعمل ايه في اللي جاي. اما مسك كانت خايفه وندمانه جدا، هي اتسرعت لما هربت بس برضه ما كانتش هتسيب ابوها يجوزها غصب عنها. سمعت صوت غريب فانكمشت على نفسها وهي بتحاول تنسى مصدر الصوت ده. بقولك ايه يا ولا انت؟ اوف! خرجت مسك بره الكوخ وقفت قدامه بعجرفه. انا خايفه انام في الكوخ زي ده لوحدي، في حشرات وتراب وحاجات سفاج قوي بجد. اللهم طولك يا روح، يا بنت الحلال فين اهلك؟ روحي شوفي هما فين. وقعت في طريق انت بالغلط، غلطه وناويه اتوب عليها. ما انا هربت من اهلي، ابويا عاوز يجوزني لابن عدو عشان يتوب عن اللي ابويا سرقه. انت ابوك اسمه ايه؟ عمرو عبد الله، رجل اعمال مشهور جدا على فكره. طه وقف قدامها فجأة وسقف بإيده سقفة واحدة كدليل على الورطة اللي اتحط فيها. يا حلاوة، يا حلاوة يا ولاد بنته. بصي يا شاطرة، روحي ارجعي لبابي عشان أنا اتبليت وبليت نفسي. على فكرة أنا همشي، أيوة. أنا مثلا يعني هعوز منك إيه؟ ويوم لما هعوز أكيد مش هعوز منك أنت يعني. كل الفكرة يعني إن أنا أبات الليلة ديت في الكوخ المنحدق ده، وبعدها همشي وهتصرف لوحدي. بعيدا عن كل كلامك اللي على عيني وعلى راسي، يعني ايه منحدق ده؟ اسمها محندق يا قطة. منحدق محندق كلهم زفت واحد. وبقول لك ايه، اتكلم معايا باسلوب احسن من كده، انا داخله انام. وبالفعل دخلت مسكة عشان تنام مرة تانية وراحت نامت بعمق. اما طه طلع الموبايل من جيبه وحاول ينشفه من المية، فتحه ولقاه معلق. ايه هو الواحد كان ناقص يا ربي. اول لما خلص جملته لقاه بيرن، فتح المكالمة بصعوبة. الو، ايوه يا ادهم بيه. بقول لك ايه، الهانم هربت معاك. هانم مين؟ وانا بهرب لقيت البنت دي بتهرب، هربنا سوا. لكن هي هتمشي وانا هسيبها؟ انا ماليش علاقه بيها نهائي اصلا. اوعى يا طه، انا عايزها. لو مشيت هتهرب للابد، خليها معاك. حاول تعطلها على انها تعمل اي خطوه تبعدها عني لحد ما نشوف هنعمل ايه. حاليا ابوها قلب الدنيا عليك وبلغ البوليس،
والدنيا مقلوبة عشان الورق اللي معاك. انت فين؟ انا في مكان مقطوع كده. حلو، خليك عندك يومين 3 لحد ما ناخد منك الورق والعروسة ونسفرك انت وامك، ونبقى امنا مستقبلك بأقل خسائر. تمام يا باشا. طه قفل معاه، وبعدها قرب من الكوخ، سند عليه ونام بعمق. تاني يوم الصبح مسكي فتحت عينيها بصعوبة، طلعت الشنطة اللي كانت مخبياها في هدومها، طلعت منها الفيزا والباسبور وفلوس كتيرة، رجعتهم مكانهم واخدت الموبايل وخرجت لبره. انت يا عم الناس فينك؟ الناس تصحى بتقول صباح الخير. المهم تعالي اغسلي وشك، المية دافية وجميلة. نو واي طبعا اغسل وشي بالمية دي، بشرتي هتبوظ. يا باي عليكي ومنك، بصراحة تعبتيني. مش مهم، المهم ان انا جعانة جدا وعاوزة اكل قبل ما اتحرك. ها؟ هتتحركي فين بس؟ وهتروحي فين وهتسيبيني لوحدي؟ ليه؟ هو انت من بقية اهلي؟ انا هرن على صاحبتي وهي هتساعدني اسافر. طلعت مسكي الموبايل فسحبوا منها طه بسرعة. الله، وريني كده نوعه ايه. انت يا بيه انت، رجع لي موبايلي وحاسب عليه، ده غالي جدا. رفعوا طه لفوق فعجزت مسكي انها تمسكه بسبب فرق الطول. فجأة ساب طه الموبايل فوقع بقوة في النيل. يا لهوي، يا نهارك مش فايت يا منيل انت. دي القطة طلعت وبتقول يا منيل، امال لابسة بقى وش مامي وبابي ليه بس؟ انزل جيبهولي بقى. وبالفعل طه مد ايده وجاب الموبايل، لكنه كان اتكسر كسرة جامدة. اوبس، انا اسف جدا، ده اتكسر. شهقت مسك بصدمة، خدت منه الموبايل وبصت له بلوم وبعدت عنه ودخلت الكوخ بغضب. اما طه فبص لها بأسف، هو عمل كده علشان يمنعها من انها تمشي. للحظة حس بندم، جاب خشبة وبدأ يحاول يصطاد سمك بيها لحد ما نجح في ده فعلا. جاب طوب وبدأ يخبطه في بعض فولت حرارة والحطب اشتعل. حط السمك على النار وبعدها راح ناحية الكوخ. ممكن ادخل؟ ملقاش رد منها فدخل بحذر. انتي كويسة؟ مسك كانت وقتها بتعيط بانهيار. قرب منها بندم، اما هي فانفعلت عليه بغضب. اطلع بره، انت عارف انت عملت ايه؟ انت خلتني مش عارفه اتواصل مع صحابي اللي هيساعدوني اسافر. انا عايزه امشي من المكان المريب ده بجد، يلا نمشي. طب على فكره يعني انا طبخ لك سمك، انما ايه تاكلي صوابعك وراه. وانا معايا باقه على موبايلي تقدري تتصلي من عندي عادي يعني. وبعدين انت ما تعرفيش اللي حصل؟ مش انا قعدت الف في المتاهه دي ما لقيتش مخرج من هنا نهائي. ايوه، والحل ايه يعني؟ انا ما قلتلكيش، انا كلمت واحد صاحبي وهو قال لي هيرسل لي دبابات وطائرات وعربيات عشان بس نرجعك لباباكي. ما تخافيش يا بنتي. بجد ولا بتتريق؟ بجد بتريق. بصيت له مسكي بارتياب، وبعدها فجأة شمت ريحة غريبة. انت انت شامم اللي انا شماه ده؟ الكوخ بيولع ولا ايه؟ طه بص حواليه وخرج من الكوخ وهي خرجت وراه. اوبس، يا الله، السمك اتحرق. اتفضلي بقى نصطاد غيره. لا يا كوتي، لا حرام بجد نصطادهم. حرام السمك ومش حرام نموت من الجوع. ايدك معايا يا اخت. وبالفعل قربت مسكي من طه، ربطت شعرها باحكام وقربت منه، مسكت الخشبه من وراه. ها، فين السمك بقى؟ شش، السمك بيحب الهدوء تماما. ايوه يعني امتى هيجي؟ وانا ايش عرفني بشم على ظهر ايدي ولا بشم على ظهر ايدي انا؟ هي الايد ليها ظهر؟ اول مره اعرف. طه بص لها بسخريه، اما هو شد الخشبه فجاه. اما مسك كانت ماسكه الخشبه بقوه فوقعت بسبب شده للخشبه دي. ايدي. رمى طه الخشبه بقلق وراح ناحيتها. قومي، انت كويسه؟ هزت مسك راسها بهدوء، ساعدها طه انها تقوم بحرص. اما هو اتكلم بهزار. طيرت السمك يا شيخه. ضحكت مسك بسخريه ومشيت من قدامه، دخلت الكوخ، قطعت حته من الطرحه ولفت فيها ايديها اللي بدات تنزف، وبعدها خرجت مره تانية لطه. قعدت قدامه ونظراتها بتراقبه وهو بيشوي السمك. ايوه بقى، انت شغال ايه؟ انا انا كان نفسي ابقى دكتور، بس في الثانويه ما جبتش الدرجه اللي تاهلني ادخل الطب. دخلت تجاره وانا مغصوب ومش عاوز اكمل. بدات اشتغل في الحاره اللي عايش فيها اي حاجه تقابلني. اهملت في دراستي، ما كنتش بذاكر الا ليالي الامتحانات وبس. اتخرجت بامتياز في سنتي الاخيره، وده عشان امي تعبت واصرت ان انا اذاكر وبس كده. طب وليه ما اشتغلتش بشهادتك؟ عشان احنا في بلدنا بتدي أولوية الشغل للواسطة وأصحاب المناصب، مش للي يستحق. صاحبي دخل طب رغم ان انا طول عمري اشطر منه، بس هو قدر يشتري حلمه بفلوس ابوه. ساعات كنت بدعي وبقول يا رب انا عايز ابقى عايز اب بفلوسه يعمل لي كل حاجة. دي أسوأ دعوة ممكن الإنسان يدعي بيها على فكرة. أنا كنت برفض الناس تعرف إن أنا بنت راجل الأعمال عشان ما يتعاملوش معايا على أساس إن أنا بنت رجل أعمال. كنت ببقى عاوزة اللي يحبني يتعامل معايا عشان أنا مسك، مش عشان أبويا كذا. أنا عشت عمري بهرب من مناصب أبويا واسمه وفلوسه عشان أحس بس إن أنا شاطرة ومحبوبة، عشاني مش عشان أبويا.
وبعدين ما ينفعش تقول اشمعنى صاحبي، ده ربنا سبحانه وتعالى عايز كده. ربنا ما وفقكش في حاجة بتحبها عشان يوفقك في حاجة هو عايزك فيها. بص لها بعمق وسكت للحظات كتيرة بيفكروا بس. طلع السمك المشوي وحطه قدامها وقام وقف. انت رايح فين؟ كلي وانا شوية وهجيلك تاني. بألف هنا. وبالفعل بدأت مسكي تاكل بجوع شديد، لكنها حست بصعوبة بسبب جرح ايديها، ما كانتش عارفة تفتح السمكة أصلا. فضلت قاعدة مستنية طه، لكنه اتأخر جدا عليها. قامت ومشيت باتجاه ما مشي من غير ما تعرف هي رايحة فين. ولكنها وقفت فجأة لما سمعت صوت عذب جدا بيرتل القرآن الكريم، وخاصة سورة مريم. جسمها أشعر من صدق إحساس الصوت. بصت لقطها بيصلي. خلص قراءة وسجد، فضل فترة كبيرة ساجد. سمعت صوت شهقاته. هي بكلامها أثرت فيه. هي حسسته إن هو أذنب. رجعت مسك مكانها وهي مش قادرة تتخطى منظره. ثواني وكان انضم ليها. انتي ما أكلتيش ليه؟ لا يكون السمك بتاعي مش عاجبك ولا حاجة. لا لا لا، أنا معرفتش أفتح السمكة عشان خاطر إيدي. قربتها من سمكتها وعملها لها. يلا بقى، كل بألف هنا يا رب. وبالفعل بدأوا ياكلوا هما الاتنين بصمت، كل واحد فيهم شارد. طه كان حاسس إن هو مشي في طريق مش طريقه. اللي شجعه على سرقة الأوراق إن شاكر أكد له إن الأوراق تخص رفاعي، وعمرو سرقها. وبكده يبقى طه بيرجع الحق لأصحابه مش بيسرق. بس شكله كده غلط، وغلط كبير كمان. طه بص لمسك الأهنامت بعمق مكانها. ابتسم بخفة ونام هو كمان مكانه. والنار لسه مشتعلة ما بينهم. في مكان تاني عند عمرو كان قاعد وقدامه رفاعي. بقول لك ايه، انا مش ساكت، ورجاله قلبين الدنيا على الواد ده اللي خطف بنتي، وبعدين البوليس برضه مش ساكت. انا قدمت لهم كاميرات الفيلا وهم قدروا يتعرفوا عليه ومش ساكتين عشان خاطر بنت اللي مخطوفه معاه والاوراق. الكلام ده كله ما يهمنيش. انا اللي يهمني بنتك تتجوز ادهم ابني في الوقت اللي حددناه. ادهم مش هيصبر عليك كتير يا عمرو. انا ليه حاسس ان نبرتك فيها تهديد؟ انا مش ساكت. اديني بقول لك اهو. اتصرف. مشي رفاعي من قدامه، ركب عربيته واتصل بابنه، حكى له كل اللي حصل. ما تقلقش يا بابا، العروسه والاوراق معايا، بس محتاجين الدنيا تهدى على طه، واوراق الباسبور بتاعه ومامته تخلص، وبعدها كل شيء هينتهي. ادهم قفل مع باباه. هو بيتمنى ان كل شيء يمشي زي ما خطط. الغبي ما كانش يعرف ان لو الحب دخل في الحكايه كل شيء بيتقلب. أدهم رن على طه ثواني ورد عليه. ألو. أيوة يا طه. أنا قلت أكد عليك ما تطلعش من المكان اللي أنت فيه دلوقتي نهائي. وطبعا مسك تفضل معاك على رجلك خطوة بخطوة. البوليس قلب عليك الدنيا لأن أنت متهم بخطفها. بس ما تخافش، كل شيء هينتهي. تمام يا ريس، كل شيء تمام. أنا عايز أخلص وأسافر عشان أبدأ حياتي من جديد على نظافة. ما تخافش، كلنا في ظهرك واللي أنت عاوزه هيكون. طه قفل معاه وفضل شارد قدامه في شكل مصيره. سمع صوت تأوه بسيط، ولكن فجأة صحيت مسك وهي بتتوجع بشدة. ايدي وجعاني أوي، أنا مش قادرة خالص. في حاجة غلط، شكل كده الجرح اتلوث. شوفي كده انت سخنة. حطت مسك ايديها على راسها وبعدها صرخت ايه ده؟ انا مولعة، انا مالي بس. قامت وقفت وحاولت تمشي، فطه كان بيوقفها. اهدي اهدي، كله هيبقى تمام. انت حاسة بايه؟ حاسة ان الارض مش شايلاني وان انا دايخة وعايزة أروح المستشفى. ختمت كلامها وبعدها وقعت مغمى عليها. سندها بقوة ودخل بيها الكوخ وحطها على الأرض، وأخد الطرحة بتاعتها وراح بلها من مية النيل. فضل يعمل لها كمادات، وكانت كل ما الطرحة تبرد يبلها من النيل ويرجع ليها مرة تانية. لمح شنطتها فلم الأوراق بتاعته وموبايله وحطهم في الشنطة بتاعتها. لبس الشنطة على ظهره وشالها بقوة. افتكر لما كان بيصلي إنه لمح بيت منعزل، فقرر يروح هناك يمكن يلاقي حد. جري بيها بأقصى سرعته لحد ما وصلوا البيت. خبط وفتحت له بنت منتقبة. انت مين انت؟ معلش بتموت مني ومحتاجة رعاية واحنا تايهين هنا في الحتة المقطوعة دي، ممكن تساعدينا؟ هزت له راسها ووسعت له الطريق. دخل طه وحط مسك على السرير. انا محتاج قطن وشاش وبتادين ضروري واي مسكن ارجوكي. بالفعل جابت له البنت شنطة الاسعافات الاولية. طه قعد على الكرسي اللي قدام السرير. بدأ يطهر الجرح باحترافية وبعدها حاول يفوقها. مسكي فوق يلا عشان تاخدي المسكن ده. بالفعل فتحت عينيها، ادالها البرشام وجاب لها كوبايه ميه وشربها بهدوء، وبعدها رجعت تنام مره تانية. اما طه فخرج بره البيت تماما والبنت راحت وراه لبره. شكرا ان انتي فتحت لنا بيتك. لا لا لا، العفو. اهم شيء تكون كويسه. هو انت ايه اللي معيشك لوحدك كده؟ العيشه هنا احسن مليون مره من انك تعيش وسط البشر. على الاقل هنا مفيش تهم، مفيش غدر. هنا في عزله تامه. على الاقل انت مش هتحب الشر لنفسك. بس حلو يعيش الإنسان وسط ناس بتحبه. أديك قلت بنفسك. وأنا ما لقيتش اللي يحبني زي ما أنت بتحب مراتك كده. بالعكس، جوزي أول واحد وجعني، اتهمني في موت ابننا. يا ريت كل الرجالة زيك.
ولا زي خوفك على مراتك وحبك ليها اللي واضح؟ طه بصلها بصدمة، ما عارفش ازاي يقول لها انها مش مراته. اكتفى بابتسامة هادية، اما هي فكملت كلامها: وهي كمان على فكرة كانت مطمنة وانت جنبها. ما شفتش نظرتها ليك لما فقت عشان تاخد الدواء منك؟ عموما خلي بالك منها دايما، هي اكيد محتاجة لوجودك في حياتها. اللي بتقوليه ده مستحيل، انا وهي مش هينفع نبقى لبعض. هي بنت الباشا، انما انا حتة راجل جاي من حارة في فرق طبقات كبير. الحب ما بيعرفش الكلام اللي انت بتتكلم عنه ده. وصدقني الراجل الحقيقي مش بفلوسه ولا فيلاله ولا عربياته ولا جرداته. الراجل الحقيقي واللي بجد المتدين القواب، اللي بيتقي ربنا في حبيبته، الراجل اللي عنده أخلاق، مبادئ. صدقني هنا وبس تقدر تكسب قلب أي حد بتدينك وأخلاقك وشهامتك. وربنا يهدي الحال ما بينكم يا رب. شكرا بجد، كلامك طمني. خلي بالك منها كويس. ابتسمت تغريد من تحت النقاب، فبدلها طه الابتسامة. في الوقت ده قربت عليهم مسك بضعف وهي ماسكة ايديها بوجع. طه. التفت ليها طه وكذلك تغريد وهو اتكلم بلهفة: بقيتي أحسن؟ أيوه بقيت تمام. أنا بس قلقت لما لقيتني لوحدي. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مفيش، عادي كنا بنتكلم. مسك بصت له بضيق بعد ما لاحظت انه بيحاول يخفي عنها حاجة. بجد؟ اوكي تمام، انا داخله انام تاني، ما تبعدش ها. وبالفعل رجعت نامت على السرير، بس ما جالهاش نوم. فضلت باصه للفراغ، افتكرت لما شالها وجري بيها هي كانت حاسه بايه، وافتكرت برضو لما طيب جرحها وادالها الدواء. ابتسمت ابتسامه واسعه، فضلت باصه قدامها لحد ما سمعت صوت ضحكه من تغريد. حست بضيق مره واحده، حاولت تتجاهل. تاني يوم الصبح كان قاعد على الارض بارهاق شديد، بيفكر ايه الخطوه اللي جايه اللي المفروض يعملها. اتفضل، عملت لك الشاي. انت سهران من امبارح؟ تشكري يا ست البنات والله. الله الله، اكتب يا ابني عندك شاهد قبل الحسم. مجرم هربان من العدالة قاعد بيحب وبتغزل في واحدة من امبارح بالليل، وهي ضحك وهق وهزار، ولا كأن شريكته في الجريمة بتموت. يا بنتي انت كنت بتموتي امبارح، واديني لسه عايشة اهو وعايزة امشي من هنا. لا 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 يا مدام، انت فاهمة غلط على فكرة. جوز حضرتك محترم جدا ومثقف بجد. جوز حضرتي؟ هو مش جوزك؟ مسك بصت لها باستغراب، بدأت أنظارها بينها وبين طه، وبعدها اتكلمت ببراءة: أيوة صح، هروح أجيب لك عباية نظيفة تلبسيها. بالفعل مشي التغريد، أما مسك فبصت لطه بسخرية: هي فعلا فاكراني ممكن ألبس عباية سمرة؟ دي بتهزر دي ولا إيه؟ المهم مش موضوعنا، أنا عايزة أمشي من هنا بقى. هنفضل هربانين لحد إمتى؟ أنا كنت هموت امبارح حرفيا، وأديكي لسه عايشة واقفة قدامي أهو، لسانك مترين ونص لقدام. كنت عايز نموت يعني؟ ولما تموتي بقى مين اللي هيونسني في الليلة دي كلها؟ أنا الصراحة مش قادرة أحدد ده مدح ولا ذم. المهم زي ما قلتلك أنا مطلوب القبض عليا، ولو طلعنا من هنا دلوقتي هيتقبض عليا، وانتي مش هتلاقي اللي يساعدك تسافري. وبعدين لما الدنيا بره تهدى هاخدك بنفسي ونطلع. ثقي فيا. أنا واثقة فيك طبعا. المهم تعالي أوريكي أنا عملتلك إيه. جري طه وراه مسك لحد ما وصل المكان قريب من بيت تغريد. المكان ده كان فيه شجرتين قريبين من بعض، فكان طه جايب حبل من تغريد وربط طرف الحبل في شجرة والطرف التاني في الشجرة التانية وحاطط مخدة. ايه ده؟ سهرت طول الليل انا وتغريد ندور على حبل يستحملك. يستحملني؟ شايفني ايه يا حبيبي؟ ما يغركش. وبعدين ايه انا وتغريد دي؟ هي كانت من بيت عيلتك ان شاء الله. صدقني ان انا غلطانه دورت على حاجه اعملها عشان تفرحك. لا 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 مش غلطان. شكرا. على ايه؟ على حاجتين: الاول انك انقذت حياتي امبارح، والتاني المرجحه اللي انت هتهزيني عليها دلوقتي. ختمت مسك كلامها وقربت من المرجحه، قعدت عليها وبدأ طه يهزها بقوه. فضلوا يتكلموا سوا كتير، وصوت ضحكهم علا في المكان كله. اول مره اتعامل على ان طفله محتاجه اهتمام. بابا طول عمره بيشوفني بنت رجل الاعمال اللي تشيل المسؤوليه. تيجي نصلي الفجر سوا؟ وانت عرفت منين ان ده الفجر؟ من شكل السما. يلا بينا. بالفعل نزلت مسكي من على المرجحة وراحت ناحية بيت تغريد، خدت منها العباية لبستها وصلت ورا طه. حست بخشوعه وفي إطالته للسجود، مستحيل يكون ده مجرم أبدا. خلصوا صلاة، دخلت مسكي عند تغريد علشان تساعدها في تحضير الفطار، أما طه كان بيراقبهم وبيساعدهم بهدوء. انتي طلعت بتعرفي تطبخي؟ طبعا، عيب عليك يا ابني، كان في شجرة فراولة هنا، انا هروح اجيب منها كام فراولية اعمل لكم كيك. وبالفعل طلعت مسك وقربت من الشجرة، مسكت في الجذع بتاعها وحاولت تطول الفراولة، لكن الجذع اتكسر فوقعت مسك بقوة، واتفاجئت انها وقعت في حفرة كانت اوراق الشجر مغطياها، ففكرت انها ارض عادي جدا. يا نهار مش فايت. طه، انت ولا يا طه، اعمل ايه بس يا ربي؟ فضلت مسكي قاعدة لوحدها لفترة وهي مرعوبة. فجأة حست بحركة. طه، ايه يا شبر ونص اللي وقعك الوقعة دي بقى كده؟ بدل ما تساعدني اطلع.
مدلها طه ايديه. اما هي مسكت في كم القميص بتاعه بقوه. تسمع عن اللي ما يقع الا الشاطر دي بقى. ختمت كلامها وبعدها شدته بقوه فوقع معاها في نفس الحفره. اه يا بنت المجنونه، ادي المصيبه بقت مصيبتين. مصيبه لوحدها تزهق، مصيبتين سوا يونسوا بعض. لا اقنعتيني الصراحه. هنطلع ازاي بقى يا فالحه؟ سهله. شبك ايدك كده وانا اطلع وبعدها اسحبك. وانا ايش ضمني بقى انك مش هتغدري بيا؟ مفيش ضمان. ماشي، اشتريت. وبالفعل شبك طه ايده، طلعت مسك بهدوء وهي ابتسمت بفرحه. مسك، اوعي تغدري. هروح العب بالمرجحه لوحدي. جريت مسكي بعيد عنه تحت نداءه المستمر عليها. بعد مرور كام يوم كان واقف طه قدام النيل بشرود. فجأة سمع صوت صراخ مسكي في بيت تغريد فراح ناحيتها بلهفة. ايه مالها؟ في ايه؟ كابوس كابوس وحش قوي قوي. ما تخافيش انا هنا. انت كويس؟ زعلان ليه؟ عشان مامتك وحشتك زي ما قلت لي؟ طب كملي نوم. طيب لا لا انا خلاص فقت. طه طلع فطلعت مسك وراه. مالك يا طه؟ في ايه؟ صاحبي كلمني وقال لي انه هيبعت لي مركب دلوقتي ياخدنا. الله، اخيرا! ده خبر تحفة، احلى خبر في حياتي بجد، اخيرا. هو انت في حد في حياتك زي مثلا مستعدة تتجوزي زي ادهم؟ انت عرفت ادهم منين؟ بصراحة قرأت مذكراتك، بعتذر. يا عم أنا حكيت لك عني أكتر من مذكراتي بكتير. أنت أعز أصحابي يا طه. ولا طبعا أصلا سبب هروبي في اليوم ده إن أدهم جه يتقدم لي وبابا كان عاوزني أتجوزه غصب. طه ابتسم بفرحة وقلبه دق بعنف هادي. مفهوم. خلاص كلها دقايق والمركب يوصل. هروح أعمل حاجة وأرجع. بالفعل مشي طه من قدامها وراح الكوخ. دخل وفضل يتأمل المكان بعمق. المكان اللي حبيت فيه أجمل بنوتة في الكون. ختم طه كلامه وطلع فلاشة. حطها في الكوخ في زاوية سهل تتشاف، لكن مش لحد غير حد عاش في الكوخ ده وحافظه. الفلاشة دي تغريد ساعدتني إن أحط فيها كل ذكرياتي أنا ومسك عليها. هسيبها هنا على أمل إن مسك تيجي وتفتحها. خرج طه من الكوخ وبيودع كل حاجة حواليه بقلبه قبل عينه وراح ناحية مسك. اتأخرت كده ليه يا طه؟ المركب وصل. ركبوا هما الاتنين المركب. طه قرب من مسك وهمس لها، منها إن سواق المركب ما يسمعهمش وإن طه متأكد إن ده تبع أدهم. ليكي صديقة تساعدك تسافري المنحة؟ أيوة طبعا. أنا أصلا الورق بتاعي كله جاهز، فاضل بس شنطة هدومي واروح المطار وهي هتساعدني اجيب لبس. حلو ده. اول حد هنروح لها عشان اسفرك واطمن عليكي. شكرا بجد. بس انت ليه موطي صوتك؟ عشان الحيطان ليها ودان. طب الايد وليها ظهر وعديتها، لكن الحيطان هيبقى لها ودان منين؟ ما انا كنت مولود بتلاتة، خدت ودنين واديت واحدة للحيطة. المهم اول ما هنوصل هنلاقي رجالة كتير. اعملي نفسك عايزة تدخلي الحمام ضروري عشان نعرف نهرب منهم. ليه؟ دول مش اصحابك؟ ها؟ لا، ما انا اكتشفت ان هم عاوزين يسلموني، ولو سلموني انت كده مش هتسافري. وبالفعل وصلوا لبلدهم. نزلوا من المركب لقوا رجاله كتيره مستنياهم بعربيات. بطني بتوجعني قوي قوي، عاوز اخش الحمام ضروري ضروري. ممكن توديني يا طه ارجوك؟ لا لا لا، مفيش حمام ارجوك، بطني بتتقطع. لا مؤاخذه يا رجاله بقى، هروح اوديها الحمام بسرعه واجيبها من شعرها ليكم. وبالفعل سحب طه مسك وبعدوا عنهم تماما. وقفوا تاكسي وراحوا البيت صاحبة مسك. بعد مرور الوقت كان طه واقف قدام العمارة مستني مسك وصاحبتها ينزلوا. كان جواه إحساس غريب، إحساس إن دي النهاية خلاص. عاشوا فترة ممكن ما تكونش طويلة، لكن كانت كفيلة إنها تعلق قلبه بيها. هي بقت جزء من مسؤوليته. كان بيحب لما تلجأ له وتحكي له. هي مختلفة في طريقة كلامها وضحكتها وتفكيرها ومواقفها. يمكن لو اتقابلوا في وقت تاني كانوا هيبقوا أفضل من كده، لكن دلوقتي هي هتسافر وبس. ايه يا عم السرحان؟ سرحان في مين؟ اوعى تكون تغريد وربنا سيب الطيارة واروح اجيبها من شعرها. حيلك حيلك. وبعدين مالها تغريد؟ اكرمتنا في بيتها. طب يلا نروح المطار يا بتاع تغريد. مشيت مسك هي وصاحبتها. وقفوا تاكسي ركبوا ورا، اما طه فركب قدام جنب السواق. مسك، هو انت مش هتروحي تودعي باباكي؟ لا، انا مش عايزه حاجه غير اني اسافر يا رندا، وبعدها هبقى اكلمه من ايطاليا واقول له ان انا سافرت. ربنا يوفقنا يا رب. صحابنا اللي اخدوا المنح وصلوا ومستنينا كمان هناك. الحماس مليون بجد. طه ابتسم لما لمحها من ازاز العربيه. وجه نظره للطريق وسكت تماما كانه رمى كل حاجه ورا ظهره. بمرور الوقت وصلوا المطار ونزلوا من التاكسي ودخلوا لجوه. طيب يا مسك استني هنا، هروح اخلص شويه ورق وجاي على طول. وبالفعل مشيت رندا من قدامهم تحت انظار مسك اللي وجهت انظارها لطه لما ندى عليها. ايوه يا طه، أنا حبيت أقولك ربنا معاكي ويوفقك وأشوفك زي ما بتتمني وأكتر. الفترة اللي قضيناها سوا كانت من أجمل فترات حياتي وهفضل فاكرها دايما. وأنا كمان يا معالي الدكتور عايزاك ترمي كل اللي فات وتنفذ وعدك مع ربنا وتسيب السكة دي نهائي.
تدور على شغل بشهادتك وتبقى أحلى وأجمل محاسب في الدنيا، ونتقابل تاني. تفتكري ممكن نتقابل تاني؟ ولما نتقابل هنفتكر كل اللي عشناه سوا؟ أنا مش هنسى اللي عشناه علشان أفتكره على فكرة، ولا أنا هنساه ولا عايزة أنساه. أنا بقيت عايش عليه يا بنت الباشا. ابتسمت مسك بسبب لقبه ليها اللي أطلقوا عليها من ساعة ما كانوا في الغابة، لكن ابتسامتها كانت مقتربة بسبب شرودها بكلماته اللي لمست قلبها، وبصت له بتفكير بتحاول تستوعب حياتها من غيره. مسك، يلا الطيارة ميعادها جه، يلا يا بنتي. مسك هزت راسها ومشيت مع رندا تحت نظرات طه، وقفت فجأة واتكلمت باهتزاز: إلى أقرب لقاء يا معالي الباش محاسب. ابتسم طه باتساع ودقات قلبه بقت عنيفة بسبب تضارب مشاعره. اختفت مسك ورندا تماما عن أنظار طه اللي خرج بره المطار وشاف الطيارة اللي أقلعت في السماء وهي واخدة جزء كبير من قلبه. فضل يبص للطيارة كتير وبيحاول يقنع نفسه إن دي خلاص النهاية. وفي مكان تاني عند رجالة أدهم كانوا واقفين مستنيين طه ومسك، هما فاكرينهم في الحمام زي ما قالوا. الله، هما اتأخروا كده ليه؟ أنا هتصل بأدهم باشا. وبالفعل اتصل الراجل بأدهم وبلغه باللي حصل. يعني إيه هربوا وإزاي يا غبي؟ بقولك إيه، خد الرجالة واطلعوا على الحارة بتاعة الواد ده بسرعة، عايزه حي، ده معاه أمانتين وأنا هحصلكم على هناك. وبالفعل راح رجالة أدهم ناحية حارة طه بسرعة تنفيذا لأوامر أدهم. عند طه خط خطوة لقدام لكنه اتجمد مكانه لما سمع صوتها بينادي باسمه بلهفة: طه. لف طه ودقات قلبه بتتراقص من كتر الفرحة. مسك، ازاي؟ جيت اتخيل حياتي من غيرك، ما لقيتش سيناريو يناسبني. انا عايزاك تكمل معايا حياتي يا باش محاسبي. غمض طه عينيه كأنه بيلتمس شعور اللحظة بقلبه، ما كانش مصدق. انا بحبك يا قلب باش محاسبك. هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم ننهي كل حاجة لان اللعبة بوخت قوي. اول حاجة هنعملها هنروح زيارة لأمي عشان وحشتني قوي، وبعدها هنفكر نتخلص منهم كلهم ازاي. رجلي على رجلك يا بص. وبالفعل وقف طه مع مسك تاكسي في اتجاههم للحارة. وصلوا الحارة وطلع من باب خلفي عشان يختفي عن عيون أهل المنطقة. أما أما أنا طه، أنا جيت يا أما. تعالى يا طه يا ابني، تعالى يا حبيبي. وبالفعل دخل طه جري لأوضة مامته من وراه مسك. مالك يا حبيبتي، فيكي إيه؟ وحشتني قوي يا ابني، ما توجعش قلب عليك أكتر من كده. من ساعة ما مشيت وأنا مستنية اليوم اللي هشوفك فيه تاني يا طه. تعرف، أنا سميتك على اسم ابن المعلمة اللي حفظتني القرآن. ابنها ما شاء الله دلوقتي شيخ جامع بيحفظ قرآن. مش بكرنك بيه يا حبيبي، بس عايزاك تبقى زيه. ارجع لربنا. مش معنى انك خسرت حلمك لكلية الطب انك تخسر مستقبلك في تجارة. اجتهد وذاكر واتقي ربنا وهو يبقى معاك ويوفقك. طب ليه انت ليه بتقولي لي كده دلوقتي؟ عشان خاطري يا ماما بلاش الكلام اللي يوجع ده. خلي بالك من نفسك، من حياتك يا حبيبي. ختمت كلامها وسكنت تماما. طه بصلها بصدمة وهو مش قادر يستوعب. ماتت يا مسك؟ ماتت؟ طه، طه لازم نمشي من هنا. كفاية كده، ابعد، انا مش همشي من هنا. ماما، ماما فوق يا ماما. في الوقت ده اقتحم رجالة ادهم الشقة. دخل ادهم ما بينهم وبيدور بقلبه قبل عينه عليها، وراح ناحية الأوضة اللي فيها صوت صريخها: مسك حبيبتي وحشتيني. أدهم، ايه اللي جابك هنا يا أدهم؟ طه، طه فوق، فين الورق يا طه؟ في الوقت ده رفع طه وشه وطلع الورق من جيبه ورماه لأدهم على الأرض. أهو الورق، اطلعوا بره. رجالة أدهم لموا الورق اللي على الأرض، أما أدهم قرب من مسك وسحبها بقوة من دراعها. أنت قلت مش هتسيبني، أنا كنت مغفلة لما ضيعت حلمي وطيرت علشانك. ده اللي كان المفروض يحصل من البداية. أنا أصلا أخرت خروجنا من الغابة عشان أسلمك لأدهم يا مسكي. مهمتي مش مجرد تسليم الورق وبس، لا كمان تسليمك أنت. وأديني نفذت مهمتي. أنا مش هنكر إن أنا فكرت أتراجع بس فقت. مستحيل، لا مستحيل يكون كل ده كذب، لا. طه فوق يا طه، عشان مامتك مش كده لكن أنت مش هتعمل فيا كده، لا. سحبها أدهم بقوة وخرجت الرجالة وراه عشان يعمل هدوء مرة تانية. دفن طه راسه في إيد مامته بوجع. بعد مرور أسبوع كانت قاعدة قدام المراية لابسة فستان فرح هادي مش منفوش نهائي، ودموعها مغرقة وشها. كانت تايهة ومش حاسة بأي حاجة حواليها. دخل عمرو الأوضة واتكلم بحدة: يلا يا مسك، أدهم مستني تحت. بابا أنا ولا كلمة، يلا على تحت. مش كفاية خسرت للورق؟ الورق اللي كنت بيه هثبت شغل الفاعل مش ولا بد، وكنت هحبسه عشان يفضل السوق. يلا يا اختي. بالفعل حطت مسك ايديها في ايد ابوها ونزلوا على تحت. راحت ناحيه الكوشه وقعدت مباشره من غير ما تبص حتى على ادهم اللي قرب وقعد جنبها. اضحكي ضحكه واحده لله يا كشوره هانم، ده انا عامل لك فرحك على سفينه في النيل، اي واحده غيرك تتمنى ربع ده.
افتكرت مسك طه هو قال لها قبل كده كلمة كشورة دي، ضحكت تلقائيا عليه وعلى نفسها، لكن تلاشت ابتسامتها. اتمنت من قلبها لو كان هو موجود دلوقتي جنبها، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. فاقت على صوت أدهم اللي اتفاجئ براجل خليجي لابس عباية بيضة. أهلا أهلا بحضرتك. أنت مين؟ أنا الشيخ جابر ابن جابر ابن جابر ابن جابر. من فين حضرتك؟ من الخليج. من خليج عدن، والأجازة بقضيها في خليج العقبة. في الوقت ده انضم عمرو ورفاعي ليهم، فاتكلم عمرو باستفسار. وانت بقى يا شيخ جابر بتستثمر ايه؟ أنا بستثمر في الاستثمارات. أيوة، يعني ايه تخصصك؟ النفط. رائع جدا. وكم برميل النفط دلوقتي؟ غالي. غالي قوي قوي. بكام يعني؟ ها؟ على حسب البرميل، يعني البرميل المفلتح غير البرميل الماسورة. مفلتح وماسورة؟ هو انت مين عزمك اصلا؟ العروسة. المهم انا عاوزة ابارك لعروستنا وادي لها الهدية، بس الاول لازم منه ارقص معاها على اغنية انا الابيض لحسين الجسمي. وافق عمرو وادهم، اما رفاعي كان بيراقبه بضيق. بالفعل قامت مسكي بضيق وقفت قدام جابر اللي بدأ يغني الاغنية. وحشتيني يا بنت يا مسوك، بقى كده يا فالحة تفتكر ان انا هسيبك؟ انا حاسة ان انا اعرف الصوت ده، وحاسة ان في حد دايما بيقول لي يا مسوكة وفالحة، بس مش قادرة احدد مين. طهتك. طه بجد انت هنا؟ ايه اللي انت عامله ده؟ كل الناس بتدخل بقلب قوي، يدخلوا بسلاح وجردات عشان يخطف حبيبته من وسط الفرح، وانت داخل عليه وانت عامل نفسك خليجي؟ لا وخليجي بكرش كمان. دي مخدة. في الوقت ده نده رفاعي على جابر، فلف طه بسرعة. ايوه انا اهو، مين بينادي؟ ايه ده يا شيخ جابر، هو مال كرشك واقع كده ليه؟ ها؟ هو اصلا بيجي على الساعة 12 وبيقع، انما الساعة كام دلوقتي؟ في الوقت ده اترفعت أسلحة رفاعي وعمرو على طه، أما مسك استخبت وراه ومسكت في عبايته. طه بابا أرجوك. قربت رجالة عمرو من مسك، أما طه فبص حواليه، أخد مسك ورماها من على المركب في النيل، وبعدها نط وراها بسرعة. طه هنعمل إيه؟ بصت مسك حواليها، لقت مركب جاي عليهم فركبوا بسرعة. ها؟ على فين؟ مش فارقة. طب إيه رأيك نرجع الكوخ؟ إيه ده؟ ثواني. تغريد؟ اللي جابك هنا؟ ولا حاجة، كنت بصطاد سمك. أنا حبيت النيل قوي. هنرجع الكوخ عشان هناك فلاشة أنا خبيتها على أساس إنك يا مسكي ترجعي هناك وتفتكرينا. الفلاشة دي عليها نسخة من الورق، هاخدها وأسلمها للبوليس، وبكده نقول كش ملك لرفاعي وابنه أدهم، وإنتي تشهدي إن أنا ما خطفتكيش، ونتجوز ونسافر وناخد تغريد معانا لأن حبيتها. نعم؟ حبيت مين بقى إن شاء الله؟ أنت الأساس يا حبيبتي، حبيتها كأنها أختي. وبعد مرور يومين، مسك اللي كانت لابسة فستان أبيض كانت راكبة الطيارة وجنبها طه وراهم تغريد. أخيرا لقد هرمنا من أجل تلك اللحظة يا عم. وأنا كمان بجد. أدهم ورفاع ولاد حلال ويستاهلوا الحبسة. أهل منطقتي هيوحشوني قوي. هنبقى ننزل زيارات أكيد لمصر. أنا عايزاك تثبت نفسك قوي في الشغل اللي رندا صاحبتي جابتهولك في الشركة. الشركة دي من أكبر شركات إيطاليا. إن شاء الله يا حبيبتي. شكرا يا مسكي إن أنتي لسه هنا جنبي. أنا عارف إن إحنا مرينا بحاجات كتيرة، وأنا أوعدك إن أنا هعوضك على كل حاجة وحشة. أهم حاجة إن أنا معاك وجنبك. هكمل دراستي وأنا معاك يا طه. أنا كده مش عايزة حاجة من الدنيا تاني خلاص. وأنا كمان يا حبيبتي مش عايز حاجة غيرك يا مجنونة يا أم لسان طويل. أنا بحبك قوي، وأنا بحب نيل مصر قوي يا طه. لولاه إحنا ما كناش اتجمعنا بجد. وأنا بحبك أنت يا قلب طه من جوه. مسكتي. حطت مسك راسها على كتف طه، غمضت عينيها واتكلمت بسخرية. اوعى تحب تغريد اكتر مني يا طهطهتي. لا، لا عيني ولا قلبي ولا عقلي ولا كياني يشوفوا بس حد غيرك مش يحبوا. انا لقيت فيك الامن والامان. عايز نبني حياتنا على تقوى الله وتفضلي جنبي ومعايا. الحب عمره ما دخل معركة الا وغير نتيجتها، ولا دخل قلب الا وبدل اولوياته، زي ما عمل معاك يا طه لما انت تخليت عن مهمتك لسبيل حبك ليا. اوعى تمسك في خسائر الماضي، يمكن اللي وجعك امبارح كان بس بيمهد الطريق لحاجة أجمل مستنياك، زي ما حصل مع طه. كان أسير كلية الطب اللي خسرها، لكن لولا إن هو خسر كليته ودخل كلية ما بيحبهاش وما اشتغلش بشهادته، ما كانش لقى حب حياته اللي بجد. مسكه اللي رجعت فيه الحياة وغلغلت قلبه بحبها ورجعته لطريقه الصح. بنت الباشا فكرته إنه ما ينفعش مع كل خسارة ننسى ربنا ونتبع ما لا يرضيه، فكان جزاؤه حبها. وهنا يا حلوين خلصت حكايتنا، بس لسه ما خلصتش أسرارنا، ونقول
وتوتة توتة توتة كده تخلص الحدوتة، والتوتة توتة توتة كده تخلص الحدوتة. كل قصة بنعيشها بتسيب فينا علامة، وبنتعلم منها ازاي نمشي في الدنيا بسلامة. لو القصة لمست قلبكم ما تنسوش تدعموني بلايك عشان يوصل حكاياتنا لكل الناس، ومستنية أعرف في التعليقات ايه أكتر مشهد هز فيكم الإحساس. دعمكم هو وقودي، ووعد ليكم قصة جديدة تخطف